قناة سكولي هتقدم النهاردة فتة الشاورما الخطيرة، تنفع في العزومات والمناسبات وكمان في الأيام العادية. يلا بينا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد. لايك وشير الفيديوهات علشان نفيد عدد أكبر من الناس. لتتبيل الفراخ هنستخدم توم مفروم، مستردة، زيت نباتي، خل، ملح حسب الرغبة، فلفل اسود، بابريكا وزعتر. هنعمل شقوق في الفراخ من الوش والظهر علشان التتبيلة تدخل جوه نسيج الفراخ. هنسيب الفراخ في التتبيل حوالي ساعة. في طاسة سخنة على نار عالية هنحط شوية زيت ونبتدي نحط الفراخ. مش هنضيف مية خالص، هنسيبها شوية وهنقلبها على الوش التاني ونفضل نقلبها كل شوية على الوشين. هتاخد حوالي 10 دقايق في السوا. هنحطها بعد كده من 6 ل 10 دقايق في القلاية الهوائية أو الفرن الكهربائي. عشان نعمل عيش الفتة هنستخدم العيش الشامي ده. دي طريقة تقطيع العيش مربعات. هنقطعه شرايح طولية وبعد كده هنقطعه مربعات. هنرش عليه زيت وهنضيف له بهارات البطاطس، وده اختياري ممكن الاستغناء عنه بس بيدي طعم جميل جدا. هنحطه في القلاية 5 دقايق على 180 درجة، أو ممكن في الفرن أو ممكن يتقلي في الزيت، كل واحد حسب رغبته. للصوص هنحتاج زبادي، لبنة وده اختياري ممكن الاستغناء عنه، توم مفروم، طحينة، خل، ملح. هنبدأ نرص طبقات الفتة. الرز اللي أنا مستخدماه هنا هو رز الياسمين، واللي عايز يعرف طريقة رز الياسمين هسيب الرابط موجود تحت وهيظهر فوق. ممكن نستخدم رز بسمتي، ممكن نستخدم رز مصري عادي. الطعم يجنن والشكل رائع، هتشرفك في العزومات وفي كل الأوقات الحلوة. وألف هنا.